أنا جيت. مرحبا، قرب الشهر الفضيل، قرب شهر رمضان، شهر الخير والبركة. ومثل ما بنعرف كل سنة بشهر رمضان بتنعرض مجموعة من المسلسلات الرمضانية، منها الدرامي ومنها الكوميدي والاجتماعي والأكشن وغيرها كتير. ومثل ما عودناكم بكل سنة بشهر رمضان رح نكون معكم لحتى نتابع سوا المسلسلات الرمضانية ونخبركم عن كل مسلسل بالتفصيل. خلونا نبدأ بداية مع مسلسل خروج نهائي، مسلسل كوميدي درامي بيحكي كل يوم عن قصة جديدة رح ينعرض على قناة المهرية. والمسلسل من بطولة محمد قحطان، خالد الجبري، توفيق الأضرعي، محمد جمال، سمير قحطان، مبروك متاش، نبيل السمح، عبد الكريم الشهري. يعني اللي بعد مسلسل ممر آمن، مسلسل درامي اجتماعي بيحكي عن فكرة التوحيد للمكونات المجتمعية في اليمن. ايش تقصد الكلام ده؟ تقصد لحتى توصل لممر آمن بيوصلها لبر الأمان بعيداً عن المشاكل والخلافات. المسلسل رح ينعرض على قناة يمن شباب من إخراج ياسر الظاهري، بطولة حسن الجماعي، فواز التاكري، أشواق علي، عامر البوصي، محمد الأموي، سحر الأصبحي وغيره. مسلسل لقمة حلال، مسلسل درامي اجتماعي بيحتوي بعض الأكشن والتشويق. بتدور أحداث المسلسل ضمن إطار درامي اجتماعي بيسرد بعض القضايا الاجتماعية والإنسانية يلي بتمس الواقع اليمني، وبيسلط الضوء على العادات والتقاليد اليمنية. بيحاول إيصال رسالة تحفيزية للشباب اليمني ليتغلبوا على التحديات والصعوبات اللي بتواجههم بحياتهم. أكبر عليك. إيه الحلاوة دي؟ بينعرض المسلسل على قناة السعيدة. المسلسل من إخراج محمد فاروق، بطولة عبد الله يحيى إبراهيم، رغد المالكي، يحيى إبراهيم. خليها على الله، خليها على الله. مسلسل قرية الوعل، مسلسل درامي بيحتوي أكشن وتشويق. بتدور أحداث المسلسل بإطار ملحمي درامي حول قصة تاريخية يمنية لقرية بأطراف دولة اليمن. قرية بدائية بتشهد العديد من الحروب والمعارك ما بين أهل القرية وبعض الدخلاء يلي بيحاولوا يستولوا على القرية لأغراض مادية وحضارية. رح ينعرض المسلسل على قناة الجمهورية، والمسلسل من إخراج معتز حسام، بطولة مروان الزرقاء، عبد الله الكميني، نبيل حزام، قاسم عمر، بكار بشراحيل، مروة خالد، محمد أبدان. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. مسلسل الخال والد، مسلسل عدني كوميدي من النوع السيت كوم. هو نوع من أنواع المسلسلات اللي بتدور أحداثه بلوكيشن واحد، بيتركز على حياة الشخصيات بالبيت أو الشغل، مثل مسلسل بيت الميداليز ومسلسل دار ما دار. بينعرض المسلسل على قناة عدن المستقلة. المسلسل من إخراج علي حسام بعد انسحاب المخرج محمد الرخم من العمل بشكل مفاجئ. والمسلسل من بطولة مجموعة من نجوم الدراما العدنيين. اللي بعده مسلسل رمال ساخنة، إخراج وليد العلفي. تم تصوير المسلسل بمدينة تعز. بينعرض المسلسل على قناة السعيدة، بطولة صلاح الوافي، سمير قحطان وغيرهم من النجوم. أنا أدري إنكم ما تقدرون تعيشون بدوني، أدري. اللي بعده. وأخيراً المسلسل المنتظر وبعد تأجيله لأكثر من عامين، 2 years later. مسلسل ماء الذهب. وبعد ما صرح الفنان عبد الله يحيى إبراهيم قبل فترة أنه العمل رح ينعرض هالسنة. وبالنسبة لمسلسل ماء الذهب يا عزيزي إن شاء الله أؤكد لك عرضه هذا العام إن شاء الله هذه السنة، بحكم إني مدير إنتاج في الشركة، شركة ديتنوشن، شركتنا الرائعة والرائدة والغالية على قلبي. أكد لك موضوع إنه إن شاء الله عرضه، ولكن مسألة القنوات ما فيش تأكيد في قناة معينة عشان ينزل للناس. للأسف في ناس بتنادلوا مسألة إنه عرضه في قناة البيس أو قنوات أخرى بيتم ذكر اسمها. شركة ديتنوشن صرحت بأنها رح تتيح للمشاهدين مشاهدة العمل والاستمتاع فيها عبر منصة يمنية جديدة خلال شهر رمضان. بين كل جبل وجبل ناس عايشة بين اليأس والأمل. اللي حصل معي معاهم السبب فيها أنت. انتظرونا في مسلسل العاقبة بإذن الله، مسلسل يليق بكم إن شاء الله تعالى،
وحاجة راقية. مسلسل العاقبة مسلسل درامي من إنتاج مؤسسة الإمام الهادي. رح ينعرض المسلسل على قناة المسيرة من إخراج عبد الرحمن دلاق، بطولة قيس السماوي، طارق السفياني، إبراهيم الأشموري، إبراهيم شرف، عبد الرحمن الجوبي، أسعد الكامل، سلطان الجعدبي وغيرهم كتار. وهيك بنكون وصلنا معكم للختام. بتمنى تكونوا استمتعتوا بتفاصيل المسلسلات يلي حكينا لكم عنها، وبتمنى تخبرونا شو المسلسل يلي بتفضلوا انكم تشوفوه، او شو المسلسلات اللي حابين انه تتابعوها خلال فترة رمضان. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله الشهر الفضيل بينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة.